ذكر كابتن طارق، ذكر مميش قدم بطولة كبيرة. هذا الهدف جاء بعد الصمود استمر 826 دقيقة من الشبكة النظيفة لفريق الترجي. صحيح، وشاهدنا منذ بداية دوري المجموعات محمد كان مميز. دائما عندما تريد الذهاب بعيدا في مثل البطولات تحتاج إلى حارس مرمى قوي وإلى دفاع قوي، إلى منظومة دفاعية قوية اللي نجح فيها صال الترجي بوصوله للنهائي وفي العديد من المباريات، خصوصا المباريات المهمة والمباريات الحساسة، خصوصا في دوري الربع النهائي ونصف النهائي كان مميز. يمكن كان عنده تردد، لكن أنا أشوفه حارس مميز، حارس شاب عنده 20 سنة يلعب بهذه الثقة وبهذا الأسلوب. ربح كبير لنادي الترجي وللكرة التونسية بصفة عامة. بالإضافة كما قلت إلى بعض اللاعبين اللي كذلك كانوا مميزين، خصوصا لاعبين وسط الملعب كان قوي. أتكلم أنا ليس فقط المباريات لكن منذ بداية البطولة هو أعطى ثقة كبيرة وأعطى قوة لوسط الملعب. تحتاج إلى كما قلت في بعض المباريات مثل هذه إلى لاعبين خبره ولاعبين تجربه. ما ننساوش انه اكثر لاعبين تقريبا اول مره يلعبون النهائي. هنا يمكن ميزه الاهلي الخبره اولا، صحيح. ثم عندما نشاهد الارقام، اولا هذا هو اللقب الثامن على التوالي للانديه العربيه في دوري ابطال افريقيا، لكن هذه رابع مره يفوز بلقبين متتاليين الاهلي. صحيح. وهذه النقطه اللي تحدث عنها وائل، مساله تجديد الدافع، الرغبه في تحقيق الانتصارات بعد الانجاز. احنا على مستوى اوروبا اذا استثنينا ريال مدريد وميلان ساكي، صحيح. صعب جدا تفوز بالتشامبيونز ليج في اي قاره مرتين متتاليتين. الاهلي فعل ذلك 4 مرات، ليست المره الاولى، يعني فعلها قبل ذلك في النسخه الماضيه والنسخه الحاليه، فعل ذلك في 2020 21 12 13 2005 2006 ووصل 5 مرات على التوالي النهائي. تعطيك مدى قيمه الفريق ومدى الخبره وتجربه في النادي الاهلي. دائما الاهلي عندما يلعب البطوله هذه دائما مشكلته دائما هو في دوري المجموعات. دوري المجموعات يعطيك انطباع انه سيخرج من الدور الاول وتغش المنافسين. صحيح، لكن عندما يتاهل للدور الثاني يصبح فريق اخر، وهذه كما قلت ميزه وقيمه عند اللاعبين، خبرتهم، لعب العديد من النهائيات، لعب العديد من المباريات، الاستقرار الموجود في النادي الاهلي. ودائما انا كنت اعطي مثل بالنادي الاهلي كافضل نادي المفروض يكون مثل لكل الانديه العربيه في عمليه التسيير، في عمليه تدبير النادي من النواحي الرياضيه، من النواحي الاقتصاديه، من كل شيء. فريق لا يعاني، ليست لديه مشاكل ماديه، وهذا اهم شيء محمد. تعاقدات عندما يتعاقد مع لاعبين اقتصاديه اكيد مميزين، احنا شفنا امثله عن قرب يعني ما شاء الله. ما شاء الله. والاهم محمد انه تخيل الحمد لله انا مبسوط ان احنا فزنا وانت موجود. احنا فزنا وانت موجود عشان احسن الصوره بس. الصوره بتاعتك معانا. رجعوا لي عبد العزيز. ايوه شفت كابتن طارق زعلان، بس مع عبد العزيز هو طلع تعادل يعني ما كان حتى في فوز يعني وصل للجول على الاقل مع عبد العزيز، وصل للجول، انما معاك انت ما وصلش للجول. في ميزه الاهلي وهذه مش موجوده في الفرق الكل. الاهلي ممكن ما يكونش افضل فريق في الدوري لكن يفوز. اليوم بالنسبه لي انا لو ناخذ 1-1 الاهلي ما عندوش افضل لاعبين، لكن مجموعه اسم الاهلي كبير، اسم الاهلي يلعب. ريال مدريد اسمه يلعب، هذا ما يسمى بالقميص الثقيل. قميص ثقيل بصراحه، قميص. لما تقول الاهلي الفرق تخاف من الاهلي. الاهلي اسمه كبير. مع اليوم شاهدنا المجموعه ماهيش لاعبين كبار، شاهدنا مباراه معناتها للمستوى متقارب جدا، لكن الاهلي عنده امكانيات انه اللي يدخل الاهلي مثل ما يدخل الريال يدخل في منظومه الفوز، ثقافه الفوز، تصبح الشخصيه اقوى بشكل سريع، تصبح شخصيه قويه. نشوفوا امام عاشور اليوم عجبني كثير اليوم امام عاشور في المباراه الاخيره، لكن اليوم بالنسبه لي انا افضل لاعب، كان اخطر لاعب. اخطر لاعب، يعني تحس ان اللاعب لما يلعب في الاهلي مغاير تماما على الفريق اللي يلعب. لو تشوف امام عاشور في مكانه ممكن في الاهلي يكون افضل. في لاعبين لما يجوا الاهلي يدخلوا في المنظومه، يدخلوا في منظومه ثقافه الفوز، وهذه قوه. في نقطه بتساعد في اللي حضرتك بتقوله طبعا، وهي الاستقرار الاداري. صحيح. والفني كولر ايضا مستقر. نعم، حتى الفني. وحتى الفني، ما هو الاستقرار الاداري بيوفر استقرار فني يا محمد كويس، وخاصه في وجود شخصيه رياضيه كرويه عارف في الكوره كويس، فده بيساعده انه ياخد القرار المناسب في الوقت المناسب، بيبقى عنده الاحساس. عنده احساس كولر ولا الخطيب؟ قصدي على الخطيب. كابتن الخطيب طبعا لما يعني وجوده واستقراره وتدرجه في النادي من العمل من هو لاعب ثم العمل الاداري مع الكابتن صالح سليم الله يرحمه وكابتن حسن حمدي، كل دي خبرات ساعدته في الوصول للنقطه الحاليه، انه يبقى امتى مستشعر الخطر اللي في النادي. لما المدرب السابق اللي قبل كولر موسيماني يعني كان فايز ب2 دوري ابطال افريقيا،
بس خسر 2 دوري وشاف ان في مشاكل، اقاله في وقت الناس كلها قالت لا ده قرار غلط وقرار مش صح. خد القرار في الوقت المناسب وجاب مدرب يعني يناسب وشخصيه الاهلي بشكل طيب كابتن جيد. وائل، انا عندي سؤال. الان الاهلي فاز بدوري ابطال افريقيا والزمالك فاز بالكونفدراليه في الوقت اللي يرى فيه كثيرون بأن كرة قدم مصرية ليست بخير وليست بأفضل أحوالها. منتخب يعاني بشكل كبير، لم يتأهل إلى آخر كأس عالم، وصف بأن هذا المنتخب فيه محمد صلاح والباقي أسماء أقل بكثير، ومع ذلك يفوز اليوم بدوري أبطال أفريقيا وبالكونفدرالية في وضع اقتصادي للبلد صعب. كيف نفسر ذلك؟ على مستوى الأندية، الناديين مقارنة بالأندية الأفريقية كلهم هم الأكثر تتويجا بالبطولات، هم الاكثر امتلاكا لعقليه الفوز اللي كابتن طارق اتكلم عليها. هم انا ككواليتي هم بمحترفين عاديين. انا بقول لك ككواليتي يعني نجوم اللعيبه المصريين. انت بتقارن على مستوى الانديه داخل افريقيا يا محمد، على مستوى الكواليتي الفريقين هم الافضل، لان هم بيمتلكوا الادوات والعناصر اللي تخليه يحتفظ بلاعيبته. النادي الاهلي مش في حاجه ان هو يبيع كل سنه 3-4 لعيبه. الزمالك مش في حاجه ان هو يبيع، فبيحتفظ باللعيبه الكويسه، والاستقرار ده عامل مهم جدا يخليك توصل البطوله دي دلوقتي تحديدا. يعني انا شايف دلوقتي، وكابتن طارق ويوسف يتفقوا معايا، خلال ال10 سنين الاخيره مفيش فريق بيحتفظ بلاعيبته سنتين على بعض، صح ولا لا؟ الاهلي هو الوحيد اللي بيحتفظ بلاعيبته وبيجدد ويضيف روح جديده للفريق. لا مميز يعني في اختياراته اكيد طبعا. يعني الاضافه اللي اضافها السنه دي بتاعه مصطفى شوبير ووسام ابو علي للقوام الاساسي مهمه جدا. امام عاشور عنصر ممتاز واهم لاعب دلوقتي في وسط ملعب النادي الاهلي، ولاعب عمل نقله واضافه كبيره جدا مع العناصر الخبره اللي موجوده، مع وجود رامي، مع ربيعه، مع عبد المنعم، مع معلول. رامي عمل 6 اللي انا بهديله البطوله دي بصراحه. رامي عمل 6 أيوة. يستاهل بصراحه. هو عمل رقم 6 ويحتفل. رقم انا كان بيشاور عليا. هو يذكرك انه 6 بس هو لسه في الملعب. لا رامي ان شاء الله انا اتمنى له انه يجيب ال7 وال8 كمان. من قلبك؟ والله العظيم. والله خلاص. عيني في عينك. ايه فيستاهل رامي ويستاهل اللعيبه اللي موجوده بصراحه. تاريخ يعني بيتصنع كل سنه، ويستحقوا جمهور الاهلي على مثابرته وعلى دعمه، يستحق. شو بغيت نشير فقط العنصر اللي لازم نعطيه حقه كذلك، محمد مصطفى شوبير كحارس، كان ثالث حارس، كان حارس ثالث. كنت في نفس هذا الوقت السنه الماضيه كان في سبيتاري عالج، كان حارس ثالث صحيح. لا وكان حتى يمكن البعض يقول لك لازم يروح يشوف له نادي ثاني. والاهلي شوف لو تعاقد مع الحارس ابو جبل لما كان في افريقيا، ثم تم فسخ العقد واعطته الفرصه، وحتى عندما ادى بشكل جيد اكثر من رائع، ولا واحد كان يتوقع ان يظهر بهذا المستوى. رغم ان اللي نشيد بالمدرب انه رغم رجوع الشناوي لاعب اليوم كلاعب اساسي ولاعب المباراه، لانه لعب كل المباريات، وهذه تعطيك ميزه الاهلي. وموسم ماضي وائل صلح اذا انا خطا، لعب مباراه الذهاب كان الشناوي لعب مباراه الذهاب لما ما لعب مباراه الاياب. صح لعب مباراه الذهاب فعلا. عاد الشناوي ولعب هو الاساسي مباراه الاياب. ان شاء الله يبقى اساسي في النادي الاهلي، وليه لا في المنتخب، لانه حارس ممتاز، امكانيات كبيره، واليوم فاز بالبطوله، اكتسب ثقه كبيره، لعب بطوله كبيره. لكنت مكان كولر ماذا تفعل؟ في بينهم تقريبا ولا 10 سنوات عمر، صح؟ بين الشناوي وشوبير تقريبا 10 سنوات تقريبا. مصطفى عنده 24 25 هو ممتاز انك عندك حارس اخر عنده خبره، لكن انا نكمل مع الشناوي. هذه هي كرة القدم. ترجع الشناوي اساسي ولا تخلي شوبير؟ نكمل مع شوبير. هذه هي كرة القدم، نكمل مع شوبير. 36 مش بالنسبة لي أنا هذا كمستقبل، هذه هي كرة القدم. وهذه حراس المرمى، شو حراس المرمى له حظ، في حراس يبقى 15 و10 سنين على دكة الاحتياط وما يلعبش، لما تجي فرصة يستغلها خلاص. شفنا مارتينيز كيف مع ارسنال كان بديل، شال كاس العالم بعد سنه اساسي في استون فيلا. ولا استون فيلا او تحس هذا بالنسبه لي، لانه الحارس يختلف على لاعب المدافع او وسط الميدان، فرص اقل عندهم كان يمشي يلعب. حارس مرمى لما يكون عنده حارس منتخب صعب انه يلعب، لكن لما جاته الفرصه استحقها وفاز بالبطوله، ولهذا بالنسبه لي انا وهو مستقبل الفريق، عمره 24 سنه، نكمل معه، وحتى مع المنتخب نكمل مع شوبير. وهذه هي كرة القدم. بالنسبة للنادي الأهلي إن شاء الله الفرق الكل
تنسج على النادي الاهلي. لماذا؟ لان النادي الاهلي احنا في تونس مثلا الترجي نعتمدوا على رئيس النادي، هو اللي عنده امكانيات ماديه. الاهلي لا، مؤسسه اقتصاديه، منظومه مؤسسه اقتصاديه، يمشي الرئيس يجي رئيس اخر بانتخابات ما عندهمش مشكله. من عهد صالح سليم معناتها دائما تداول على الرئاسه، لانه رئيس النادي في النادي الاهلي مش هو اللي يصرف، لا الفريق يصرف، المنظومه تصرف، مؤسسه اقتصاديه كبيره النادي الاهلي، وهذا اللي يلزم الفرق الكل، الفرق العربيه الكل تنزل.